بصراحة يا جماعة أنا النهاردة مش طالعة أتكلم عن لعبة ولا ترند ولا حاجة مضحكة. أنا عايزة أتكلم عن حد فعلا مظلوم في اليوتيوب، حد بيحاول من قلبه بس الدنيا مش ماشية معاه زي ما المفروض تمشي. يمكن ناس كتير مش واخدة بالها منه، بس أنا شفته وشفت قد إيه بيتابع كل فيديو بينزله، من أول فكرة للمونتاج للصوت للتصميم. كل حاجة بيعملها بنفسه وده لوحده محتاج طاقة كبيرة جدا، خصوصا لما بيعمل كده من غير دعم أو تشجيع حقيقي. اللي خلاني اتكلم على الشخص عنه مش بس انه بيحاول، لا، لكن انه رغم كل ده مستسلمش. مفيش مرة اشتكى ولا مرة قال كفاية، بالعكس كل مرة بيقع فيها بيقوم بيكمل كأنه بيبدأ من جديد. بصراحة الناس ساعات بتفتكر ان الشهرة او النجاح بيجي بالحظ، بس الحقيقة ان في ناس كتير موهوبة جدا بس محدش شافهم في الوقت الصح، والشخص اللي بتكلم عنه النهاردة واحد منهم. انا شفته وهو بيتكلم بشغف، بيضحك حتى وهو مش مرتاح، بيحاول يخلي الناس مبسوطة رغم ان محدش بيحاول يخليه مبسوط. النوع ده من الناس يستحق التقدير فعلا، لانهم بيعملوا حاجة من حب مش من مصلحة. انا مش بقول الكلام ده عشان مجاملة ولا عشان هو شخص مقرب ليا، انا بقول كده لان ظلم اليوتيوب مش دايم، الايام بتلف والناس الحقيقية بتبان في الاخر. ممكن الفيديو ده يوصل للناس جديدا، ممكن يخليهم يدخلوا قناته، يمكن حد منهم يلاقي فيه نفس الحلم اللي هو بيحلم بيه، ومين عارف يمكن دي تكون نقطة التغيير اللي كان مستنيها. لو في حد بيشوف الفيديو ده وبيفكر يسيب حلمه عشان أرقام مش ماشية أو الناس مش بتشجعه، خد من الشخص ده مثال، لأنه اليوتيوبر اللي بيتعب فعلا حتى لو محدش شايفه دلوقتي بكرة الكل هيشوفه. وانا عارفه ان الشخص ده اللي بتكلم عنه سامعني دلوقتي. عايزه اقول لك حاجه واحده، انت تستحق اكتر من كده بكتير. ما تخليش الارقام تحدد قيمتك، لان قيمتك باينه جدا في المجهود اللي بتعمله وفي الصبر وفي شغفك المخلص. يمكن انت شايف نفسك صغير دلوقتي، بس انا شايفه انك عندك مكان كبير مستنيك. بس خليك مكمل وصدقني الناس الحقيقيه بتوصل في الاخر حتى لو الطريق طويل شويه. ده كان كلام النهاردة عن شخص فعلا يستحق الدعم. فكرة بسيطة انه مش كل ناجح مشهور، ومش كل مشهور ناجح. احيانا اللي في الظل بيكون هو الاصدق. شكرا لكل حد سمع للاخر، ويا ريت تسيبوا تعليق بسيط تشجعوا بيه، لان يمكن كلمتكم الصغيرة دي تبقى سبب في انه ما يعتزلش.